السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار عامل إيه؟ رابع فيديو في سلسلة فيديوز قبل الجامعة. نزلنا فيديو من 3 أيام أول امبارح وكده، وده الفيديو الرابع بعنوان ليه سبت كلينيكال وحولت الجنرال. طبعا أنا عامل فيديو تمام من 3 سنين كده، سيبه لك تحت في الديسكربشن، ليه سبت ليه سبت جنرال وحولت كلينيكال. تمام، فكده انا مش دبل شخص يعني اكيد. فالفيديو ده فيديو كان صاحبي معايا في كلينيكا وحول جنرال، وقال على بعض الاسباب فحبيت اقولها لك، بحيث لو انت محتار يبقى عندك الفيديو القديم هسيبه لك تحت الديسكربشن، وعندك الفيديو الجديد. طبعا الفيديو الجديد هيكون مختصر شويه عن القديم، لان القديم انا كنت عارف فيه في كلينيكال اكتر من كتير من جنرال. تمام، فقارن انت بين الاثنين وشوف الانسب ليك اختاره. وارجوك بلاش تنزل على جروب تبع صيدله، عشان الحوار بيبقى مؤسف. يعني بتلاقي خناقه وناس كتير فتحت ودي مالهاش لازمه، فبالتالي الشخص التاني حقق الفلوس فيقول لك لا يا عم دي لها لازمه وانا عملت بيها كذا، واحد تاني طبعا حس ان هو ضيع فرصه عنه. فاهم انت اللعبه دي؟ ابعد نفسك عنها، اسمع الفيديوهين واستخير وتوكل على الله، وربنا ان شاء الله يوفقك. تمام. قبل ما يبدا تعمل ايه؟ تعمل لايك وسبسكرايب. اسيب لك الانستجرام بتاعي تحت، لو انت عايز تبعت لي حاجه ابعت لي الانستجرام بتاعي، لان مش كل كومنتات اليوتيوب بشوفها. فلو انت كتبت كومنت ما شفتش انا اسف يعني، شوف تحت الانستجرام ان شاء الله هرد عليك على طول. تمام، يلا نبدا. هو بالظبط 5 نقاط هتكلم فيهم بالترتيب كده. اول نقطه، ودي النقطه الاساسيه اللي صاحبي حول عشانها جنرال. حول ليه؟ صاحبي كان في كلينيكال وجاب مجموع في الترم الاول وقال لك لا انا مش عايز اكمل في صيدله، انا عايز احول طب. كان ايام يعني كلامنا من 3 سنين، كان انت تجيب 3 و3 وتروح تحول الى جامعه حكوميه برضه كليه طب، من تاخد جواب من كليه صيدله وتروح تحول كليه طب وترجع سنه اولى تاني. طب هل القرار ده لسه صحيح دلوقتي؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. في انباء اللي هو اتلغى خصوصا مع الجامعات والخاصه والاهليه. فانت عشان تعرف القرار ده اتلغى ولا لا، ارجوك ما تسالش على النت، روح لشؤون الطلبه اللي في كليه صيدله في الجامعه بتاعتك وشؤون الطلبه في كليه طب، واسال الاثنين وخد راي منهم. هم ادرى بكتير مني ومن الناس اللي عماله تتكلم. فلو فارق معاك الموضوع زي صاحبي حول جنرال، لان انت طبعا هتروح تحول جنرال هتجيب مجموع 3 اعلى من 3 و3، هتروح تحول الى طب. ده دايما سهل. احيانا لما العدد بيكونوا كتير جدا وهم عايزين عدد قليل، احيانا بيختاروا على حسب المجموع. كل ما كان مجموعك اعلى كل ما كان فرصه قبولك في كليه الطب بتكون اكبر بكتير، ولكن برضه بترجع لسنه اولى. طب سؤال تاني، هل ده بيطبق على الجامعات الخاصه؟ لا، ده بيطبق على الجامعات الحكوميه. يعني الجامعات الحكوميه ممكن تحكمها، لكن الجامعات الخاصه فيه خاصه واهليه، وهتفرق في الفلوس، وهتفرق في الاماكن، وهتفرق في حاجات كتير. فالقرار ده الله اعلم بيطبق على الجامعات الحكوميه الخاصه ولا لا، ولكن انت كده كده لما تحول كليه بترجع سنه اولى تاني. متفقين؟ يعني ده اساس، انت بترجع سنه اولى. فصاحبي كان عايز يحول طب، وبالفعل جاب مجموع، بس ما حولش طب في الاخر وكمل معانا في صيدله. يبقى ده السبب الاول. لو انت عايز تحول طب اختار جنرال من البدايه، هتكون افيد لك بكتير. رقم 2، لو انت الفلوس فارقه معاك، بمعنى ان ساعه كلينيكال في الايام الاخيره بالذات، او اسف السنين الاخيره بقت يعني غير عاديه بصراحه. انا مش فاهم يعني ايه سعر الساعه ب 700 جنيه. ده غالي فعلا. انت متخيل في الترم انت ممكن تدفع في الترم 20، يعني في السنه 40، او حتى لو في السنه 20 برضه كتير. 20 في 5 ب100,000، ده كتير جدا. فبصراحه الفلوس بقت اوفر شويه. يعني حتى قلت من 3 سنين لو الفلوس عدت 15 ما ندخلش كلينيكال، وما زلت لو الفلوس عدت 15 او 18 بالكتير ما تدخلش كلينيكال. بنفس الفلوس دي حاول تتدرب بيها في مستشفيات، تروح مسابقه 57 ده، وهتبقى احسن من كلينيكال. خلي بالك يعني مش كلينيكال عشان انت بتاخد منهج وبتخرج باللي انت فاهم دي كلينيكال، يبقى انت كلينيكال المستشفيات هتحفى عليك وهدا عشان كلينيكال. لا طبعا، كل ما كان الاكسبيرينس بتاعتك اعلى، كل ما خبرتك بقت اعلى، كل ما المعلومات والنولج عندك بقت اكبر بكتير، انت خلاص كده عديت. زي ما كنت بقولها، هو عباره عن مثلث عشان تفهم بس: علم، خبره، وشخصيه. ال3 دول متوفرين فيك هتتاخد في المكان ده. مش متوفرين او واحده مش متوفره فيهم، خلاص غيرك هيستحق مكانك. تمام. فبالتالي لو الفلوس فارقه معاك او شايفها اوفر شويه، تمام، فخلاص لا، توجه لجنرال، هيبقى افيد لك واوفر لك بالفلوس، ونفس الفلوس دي استغلها. هتلاقي مثلا 57 كانت عارضه تدريب ب 4000 جنيه. لو انت خدت كلينيكال ودفعت فلوس وبعد كده تدفع تاني في تدريب، فالمحاور بيبقى غتت شويه برضه، عشان تكون في الامانه وفي الصوره. انا بكلمك بكل شفافيه، تمام، انا مش مستفيد. فدي تاني حاجه اللي لو الفلوس فارقه معاك. رقم 3، لو التعيين. ايه التعيين ده؟ بص اقول لك على حاجه، جنرال بيبقوا اكبر في العدد، يعني كلينيكال بيبقوا تلت، جنرال بيكونوا تلتين. فبالتالي نسبه المعيدين اللي بيتاخدوا في كلينيكال غالبا بياخدوا 1 أو 2 على حسب الخطه الخماسيه، واسال برضه في الجامعه بياخدوا 1 أو 2. في جنرال بياخدوا الضعف، ممكن ياخدوا الاول والثاني والثالث والرابع كمان.
تمام، بياخدوا اول 3 او اول 4 او اول 2 على حسب الخطه الخماسيه في الكليه، بس في الغالب بياخدوا اكتر من كلينيكال. تمام. فانت لو مش عايز تبقى في الزون الضيق اللي هم الاول بس او الثاني بس، وعايز تبقى في الزون الاكبر شويه في جنرال، خلاص توجه لجنرال، بياخدوا اول ثاني ثالث رابع، فبالتالي هتبقى فارق معاك اكتر بكتير. فده رقم 3 في التعيين. رقم 4 في المساعدات الشخصيه، بمعنى ان كلينيكال عددهم اقل، فحوالي هم 80 او 70 نفر. جنرال بيبقوا اكبر، او اتكلم عن دفعه يعني بتبقى اكبر بحوالي تلتين. فنسبة الناس اللي بتساعدك في جنرال بتبقى أكبر بكتير من النسبة اللي بتساعدك في كلينيك. 5 لو أنت بتحب مجال المصانع، مجال يعني المجال ده، ويبقى كيو سي والكيو اي وكل الكلام ده، فطبعا جنرال تبقى أفضل لك، لأن كلينيكال في جواندات بتاعة امتياز بالذات في الموضوع اللي حطوه ده بيكون مختلف، وبيكون بيروح مصانع، بيبقى دي دوتين اختياري، بيروح مصانع بيروح مستشفيات، كل ده بيكون مختلف. فدي 5 نقط. لو أنت حابب مجال المصانع فتوجه إلى مجال جنرال. يبقى 5 سريعا كده. عايز تحول طب، عايز تعيين، مثلا عدد الناس اللي هتساعدك، جنرال بيكون اكتر في المصانع. واخر حاجه لو الموضوع الفلوس فارق معاك بيبقى روح جنرال. لو كلينيكال شوف الفيديو التاني، لان الفيديو 3 ساعه يعني صعب اختصره تاني، فشوف الفيديو ده وشوف فيديو كلينيكال وقارن ما بينهم، واختار، استخير ربنا سبحانه وتعالى واختار وتوكل على الله. فمهم جدا انك تستخير، ومهم جدا تشوف الفيديو التاني وتعمل لايك وسبسكرايب واعمل فولو على انستجرام، وهسيب لك لينك، كل اللينكات بتاع ال3 فيديوهات، واللينك الرابع بتاع الفيديو بتاع جنرال ولا كلينيكال. بس اعمل لايك وسبسكرايب وبس كده. اكتب كومنت حلو. سلام.